السلام عليكم، معكم مروز كيك ومبارك عليكم الشهر. اليوم بسوي لكم كيكة الهلال بالكسترد العادي وكسترد الفستق. وأول خطوة استخدمت قالب كيك دائري عادي بما أني ما حصلت قالب على شكل هلال، وسويت هذه الخدعة البسيطة اللي هو حطيت داخل القالب قالب أصغر شوي عشان يعطيني شكل قريب من الهلال، وهذه الطريقة سهلة لو ما توفر عندكم القالب. وهذه الكيكة شكلها حلو مناسب حق رمضان، تقدرون تقدمونها في العزومات أو التجمعات، وطعمها جدا خفيف وما يكون ثقيل على المعدة. وطبعا اتأكدت اني ارش القالب زين قبل ما احط الخليط عشان الكيكة ما تلصق ويكون اخراجها سهل. وبعد ما جهزت الكيكة من الفرن دخلتها الثلاجة لعدة ساعات حتى اتأكدت ان هي تماسكت واقدر اقطعها بكل سهولة. وبديت اقص الشكل في النهاية علشان ما يعطينا نص دائرة، يعطينا شكل هلال اكثر من القالب. والكيكة عندي بنكهة الفانيلا، اخترت الفانيلا لأنها خفيفة وتناسب الكسترد واجد وتعطينا طعم متوازن ومو حالية واجد. وبديت أقطع الكيكة، استخدمت أداة تقطيع الكيك مثل ما تشوفون، وهي من أدواتي المفضلة عندي لأنها تسهل الشغل واجد، وفي أقل من 5 دقايق تقدرون تحصلون كيكة مقطعة ومرتبة وكلها متساوية. ومن النصائح المهمة عندي إذا حابين طبقات الكيك كلها تكون مرتبة، حاولوا تقطعون الكيكة وهي باردة شوي، يعني على الأقل لمدة 2 ساعات في الثلاجة، لأن الكيك الحار ممكن إنه يتفتت وحتى يعني يتقطع. ولو ما كان عندكم هذه الأداة للتقطيع تقدرون تستخدمون سكينة طويلة وتحاولون تمشون فيه حوالي الكيكة بهدوء. تقدرون تستخدمون تيرن تيبل بيسهل العملية أكثر. وتشوفوا شلون صار عندي الشكل مرتب والطبقات كلها متساوية. ولاحظوا ان الكيكة شلون هشة وناعمة. وطبعا الجزء العلوي منتفخ من الكيكة شلته وما استخدمته أبدا، لأني أحتاج سطح مستوي تماما وبدون أي تعرجات. الكسترد من الحشوات اللي تعطينا طعم خفيف ولذيذ وما يكون ثقيل، وتنفع حق رمضان، غبقات رمضان وعزايم رمضان. وقبل لا أقطع الكيكة كنت مجهزة الكسترد من قبل، استخدمت نوعية فوستر كلاركس، وهذا من الأنواع الجيدة عندنا في الكسترد. خليت شوي على النار مع حليب وشوية سكر، ما أضفت واجد سكر عشان تكون خفيفة أكثر، وحركته لين صار ثقيل وصار القوام كريمي مثل ما هو واضح عندكم. خليته في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك أكثر. وبعدها قسمت الكسترد إلى قسمين، النص الأول خليته مثل ما هو، والنص الثاني أضفت له 2 ملعقة من كريمة الفستق وخلطها حتى صار عندي اللون الفستقي. وإذا تبغون تضيفون تقدرون تضيفون فستق مطحون أو قطع فستق صغيرة أو لوز، الشي راجع عليكم بالكامل. بالنسبة للقمع استخدمت قمع 1M، عطانا هذا الشكل حق النجمة. وكنت أحط شوي من الكسترد العادي وشوي من كسترد الفستق وأكرر بينهم. هذه الطريقة تخلي النكهتين يندمجون وقت الأكل ويطلع الطعم رهيب جدا. وبعدها حطيت الطبقة الثانية وبديت أتأكد أن كل شي متساوي ومرتب. والكي أو النصيحة هني أن ما نضغط واجد على الطبقات، لأن الكسترد مو نفس الكريمة العادية، الكسترد لين ويمكن أنه يطلع من الجوانب. والكسترد من الكريمات اللي تحتاج شوي صبر في الترتيب، لكن النتيجة تكون جميلة جدا وطعمها لذيذ.
بعدها بديت أحط آخر طبقة، وتشوف شلون مبين عندنا شكل الهلال أكثر وأكثر، صار واضح وجميل. وبديت أعبي الأماكن اللي حسيت إنها شوي نازلة، لكن بشكل عام لأن الشغل من البداية كان نظيف فيعطينا نهاية ممتازة. الميزة في هذه الكيكة إنها سهلة وبسيطة، وأي شخص يقدر يسويها في البيت حتى لو ما عنده خبرة كبيرة في التزيين. ومثل ما تشوفون بديت أسوي هذه الورود بقمع 1M، وجدا سهلة وبسيطة وما يحتاج أي خبرة، مجرد إني أضغط من الوسطى وألف القمع ويبين عندنا الشكل وردة مرتبة وجميلة في نفس الوقت. والتزيين مو لازم يكون معقد، أحيانا أبسط تزيين يكون أحلى شي. والفكرة هني إني أدخل اللون الأصفر مع اللون الأخضر عشان يعطينا شكل متناسق أكثر. اللون الأصفر خليته شوي في الثلاجة عشان يتماسك أكثر، فصار قوامه أثقل شوي من الأخضر، لكن لما الكيكة تدخل بالكامل بعد التزيين للثلاجة الاثنين بيصيرون متماسكين بشكل جميل. وتقدرون تضيفون أفكار للتزيين مثل الفستق المطحون أو شوكولا بيضة أو حتى رشة بودرة ذهبية خفيفة. تقدرون تغيرون الألوان تسوونها ملونة، تقدرون تضيفون ورد اللي انتون حابينه. ومن الأشياء اللي أحبها في هذه الكيكة أول شي شكل الهلال يناسب السفرة الرمضانية والثيم الرمضاني بشكل كبير، وإن ألوانها بعد مناسبة خصوصا مثلا لألوان المصباح أو الفوانيس وغيرها، جدا تناسب السفرة وألوانها ناعمة وبسيطة وتعطي شكل احتفالي أكثر. ولما تبرد الكيكة تماما الطعم يكون كأنكم تاكلون آيس كريم مع كيك، قوام بارد وكريمي والطعم رهيب جدا. أتمنى أن الفيديو عجبكم، لا تنسون تدعمون القناة. مع السلامة وأشوفكم في الفيديو الجاي.